المنتخب المغربي أداء باهت يثير القلق بعد مباراة البحرين. خلفت مباراة المنتخب المغربي أمام البحرين موجة من القلق في الشارع الرياضي المغربي. رغم الفوز، إلا أن الأداء الباهت للعناصر الوطنية جعل الجماهير تتساءل: هل ما شاهدناه هو أسود الأطلس نفسهم الذين أبدعوا في المونديال، أم أننا أمام نسخة باهتة فقدت الحماس والروح؟ المباراة بحسب المتابعين كشفت عن غياب الانسجام بين الخطوط. وسط الميدان بدا بلا حلول، والهجوم بلا أفكار، والدفاع يعيش لحظات ارتباك. على مواقع التواصل عبر الآلاف من المغاربة عن مخاوفهم من القادم، منهم من دعا إلى الصبر ومنح الوقت لوحدة المجموعة، ومنهم من وجه أصابع النقد إلى المدرب وليد الركراكي بسبب اختيارات وصفت بغير الموفقة. في الشارع المغربي تسمع أصواتا مختلفة: الفريق يفتقر للحماس، الأسماء كبيرة لكن الأداء صغير، نريد أسودا تزأر في الملعب لا خارجه. قد تكون مباراة البحرين جرس إنذار، لكن التاريخ يعلمنا شيئا واحدا: أن الأسود لا تهزمها العثرات بل توقظها. فهل تكون مباراة البحرين بداية الصحوة؟ هل يعيد الركراكي الروح إلى الأسود قبل المواعيد الكبرى؟ الجماهير لا تطلب المستحيل، فقط تريد منتخبا يشبهها، يقاتل من أجل الراية، ويعيد لتلك الدمعة التي نزلت فخرا في قطر بريقها من جديد.